تعمل ايه في تيشيرت فرجاني ساسي لو اشتريته ب 1000 جنيه واخر الموسم راح بيراميدز او الاهلي؟ اهو نفس مش عايز اقول حاجه، مش عايز اقول حاجه بس لا بجد هروح موت. طبعا هروح موت، ده اقل حاجه. يعني انت لو يعني بعد ما الم لك التبرعات يبقى دمه مهدور. يعني طب ايه بقى؟ دمه مهدور. لا بجد والله، خلينا بس في الواقعيه. يعني انت رحت دلوقتي خدت التيشيرت ودفعت فيه مثلا 1000 جنيه وفجاه لقيت عم فرجاني ساسي ده مش موجود في نادي الزمالك. طب اقول لك حاجه. بص خلينا نرد بس الاول معلش. اتفضل. فرجان اكبر من كده بكتير باللي بنشوفه منه، بطريقه التعامل بتاعته، ان هو قليل الكلام، ما بيتكلمش في اي مشاكل ماديه خالص، عادي جدا. الراجل موجود وبروحه بيجي، اقعد العب، فلوسك متاخره. راجل يعني من اخلص الناس المحترفين اللي جم لعبوا في نادي الزمالك. طيب هل انت راضي على الفكره نفسها ان يتم طرح تيشيرت من اجل تجديد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك؟ والله انا مجبر، مش موضوع راضي، لان مفيش اي موارد ماليه في نادي الزمالك. نادي الزمالك لو عنده موارد ماليه يبقى عيب لو عمل كده. يبقى عيب جدا وعار على نادي الزمالك لو عمل كده. لكن نادي الزمالك ما عندوش وعايز يجدد للراجل ده، وشايف ان دي طريقه هي طريقه، يعني انا بعتبرها مهينه شويه، بس طريقه هتقدر تحافظ له على يعني ايقونه جديده بتتعمل في نادي الزمالك. لا اعملها، اعمل ايه؟ مجبر اخاك لا بطل زي ما بيقولوا يعني. طب والرد الرسمي يجي ازاي؟ ازاي يتم بلورة هذا الموضوع بشكل رسمي؟ لان ممكن يتدخل فيها حاجات كتير. زي يعني ده قرار مجلس اداره. ايوه. واعتقد لو مجلس اداره خد القرار ده يبقى القرار يعني شرعي من كل النواحي والجوانب. يبقى عن طريق نادي الزمالك. طبعا عن طريق الزمالك. عن طريق نادي الزمالك، عن طريق نفسه. مجلس اداره نادي الزمالك بالظبط. طبعا عشان القيل والقال. وبعدين يعني الراجل ده يعني مش عارف يعني ما بقى في حاله غريبه بينه وبين جمهور نادي الزمالك حاجه يعني او في كده. رايك ايه في اللي بيحصل ده يا كابتن؟ انا رايي طبعا ان المجلس الاداره اللي موجود حاليا بيحاول يعمل يعني انسب الحلول السريعه باي شكل من الاشكال ويحل الازمه دي باي شكل. ولكن انا كاسم نادي الزمالك وهيبه النادي الزمالك انا شايف ان ده لا يليق بنادي كبير زي نادي الزمالك. لو ما عنديش الامكانيات والله انا اعرض عليه اللي موجود عندي واقول له دي امكانياتي والله كده، والناس كلها بتحبك واحنا نفسنا نكون موجودين، وهم يعني مجلس الاداره انا شايف ان هو بيعمل المستحيل. يعني هل ممكن النادي الاهلي او حد موجود في النادي الاهلي؟ لا، النادي الاهلي في الفتره دي بعد وجود مجلس الاداره المحترم الموجود والناس المحترمه الموجوده دي والمعاهده والحب المتبادل، ما اعتقدش ان هو يقدر يتدخل في حاجه زي دي خالص. لا مش يتدخل، ممكن يعمل حاجه زي كده، يفكر في حاجه زي كده. ده حدث نفس التيشيرت لا مثلا. لا مستحيل. عارف مستحيل ليه؟ عشان النادي الاهلي عنده فلوس. لا حتى لو مش عنده موارد. طب ونادي الزمالك مش قليل. لا مفيش مش قليل. مش قليل، مش بالكلام. ده موقع نادي الزمالك اللي متواجد فيه يجيب مليارات. موقعه بس اللي موجود والله فيه. هو مجلس الاداره هو اللي يقول الكلام دوت، ومجلس الاداره هو اللي قال انا عايز اعمل كده. الزمالك هيعمل ايه في مباراته القادمه امام بطل السنغال؟ يعني هتبقى مباراه صعبه جدا على الزمالك. كام؟ يعني يا تعادل يا مكسب 1-0 بالعافيه للزمالك. لكن مفيش خساره. لا ان شاء الله. كابتن شريف، مباراه الاهلي امام سيمبا تنزانيا ان شاء الله الاهلي يكسب. لو كنت مسؤول في الاهلي او بيراميدز عرض عليك رمضان صبحي زائد 100 مليون جنيه مقابل التعاقد مع علي معلول والشناوي، توافق؟ يعني تاني معلش. لو كنت انت مسؤول في الاهلي وبيراميدز عرض عليك، نادي بيراميدز عرض عليك رمضان صبحي هيرجعه لك و100 مليون جنيه مقابل ان هو ياخد معلول والشناوي. لا طبعا رمضان مش هياخد، لان بص ما انت النادي فيه قاعده في النادي خلاص. انت رمضان اللي مش هياخد، رمضان مش هيجي النادي. يعني انت هترفض ولا توافق؟ انا هرفض طبعا. بس خلاص الموضوع مش لازم افسر لك. ترفض؟ طبعا. رمضان و100 مليون طبعا يترفض. النادي الاهلي لما رجع عبد الله السعيد تاني عمل معاه ايه؟ نفذ عليه القيم والمبادئ الراسخه بتاعت النادي الاهلي. عمل ايه؟ جابه وبعد كده عرضه تاني للبيع. عشان ارسخ القيم والمبادئ بتاعتي. انت لعيب مهم بالنسبه لي وجبتك ورجعتك النادي تاني، ورغم كده انا هطلعك تاني وابيعك ببلاش ومش عايزك، مش محتاجك. هقول لك حاجه. والله العظيم هو اللي كسبان في القصه دي كلها. عبد الله؟ طبعا. يعني رمضان و100 مليون اقل قيمه من معلول الشناوي. رمضان و100 مليون. انت رمضان وعليه 100 مليون. وبيراميدز ياخد معلول والشناوي. لا طبعا الاثنين قيمتهم اعلى طبعا. انت بتتكلم من احسن الحراس في القاره وعلى مستوى العالم بيصنف، اللي هو محمد الشناوي. واحسن باك ليفت في القاره دلوقتي هو علي معلول. منتخب تونس. قاره ايه؟ تمام.
قاره افريقيه اللي بشير حضرتك التبعي بنلعب ان هو فيها. متخوف سؤال بشكل ثالث كبير كابتن جدا بشير. على نادي الزمالك هذا الموسم. دي حقيقه. انا لطفتها. لا دي حقيقه. انا بص قوي. اهدى شويه. سوري. دي حقيقه مهيب يعني. العيال في البيت ولادك انا بحبهم. هذبحهم دول. اهلاويه أهلاوية جدا، أمال إيه؟ اهلاويه. ليه خايف على نادي الزمالك السنه؟ ما فيش يعني ايه يعني. انا حاسس ان في يعني حاجه مش مظبوطه جوه اداريا يعني. تضارب قرارات، ده بيقول حاجه وده بيقول حاجه، ناس بتتفاجئ بحاجات غريبه. انا قريب جدا للعيبه وقريب لناس بتشتغل في الفريق كبير والكلام ده كله، الفريق الاول يعني اتمنى ان بس الاداره ما لهاش علاقه الامانه. لا الاداره فوق. الامانه يعني. الاداره فوق. الاداره فوق. اللجنه اللي بتدير يعني ما تحملهاش لا فوق. ده مجلس الاداره مالناش دعوه بيه. انا بتكلم في الحاجات الاداريه الحاجات الاداريه اللي تخص بمناسبه بالظبط. الاختصاصات ودوره ايه. قبل ما نكمل كلامنا، احنا عندنا فقره 1 2 1 2. الظرف ده بتاع كابتن بشير التبعي، هي اسئلته لكابتن شريف عبد الفضيل، والظرف دوت بتاع كابتن شريف عبد الفضيل اسئلته لكابتن بشير التبعي. تحب نبتدي من مين؟ نبتدي باسئله كابتن شريف عبد الفضيل. سؤالك الاول لكابتن بشير التبعي سؤال واحد، وبعد كده كابتن بشير التبعي يسالك سؤال. اتفضل يا كابتن شريف سريعا. هل في تيشيرت لاعب في الدوري المصري يستاهل ان حصيله بيعه توصل ل 3.5 مليون يورو؟ اوبس. طيب السؤال بيقول يا كابتن بشير، هل في تيشيرت لاعب في الدوري المصري يستاهل ان حصيله بيعه تبقى 3.5 مليون يورو؟ وانت تعرف هو يقصد ايه على فرجاني ساسي. لا هو مش على فرجاني ساسي. امال ايه؟ بس لا ما هو في الحاله دي بيسالوا عام سؤال عام. سؤال عام ماشي. رمضان صبحي لو بيلعب في النادي الاهلي وقلع تيشيرته وباعه هيجيب اكتر من 3.5 مليون يورو. ده ما يحصلش طبعا. انت بتسالني سؤال انا برد عليك. انت حر. رمضان وهو في الاهلي لو بيلعب في النادي الاهلي السنه دي كمان مكمل عادي، التيشيرت بتاعه هيجيب اكتر من 3.5 مليون يورو. مفيش الكلام ده، وبدليل ان مفيش شركه راعيه كبيره بتاعه التيشيرت، مش هقول طبعا الماركات، ان هي تقدر. هقول لك بس انت بتسالني سؤال وانا برد. ما انا بجاوبك برضه. هو بيرد عليك برضه. تمام. ما انت رديت وهو مفيش يا كابتن بشير شركه راعيه في مصر الماركه من الماركات العالميه تقدر، وبدليل ان احنا النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، ما بيقدموش عروض تقدر النادي الاهلي يستقر عليهم، بسبب ان عندك في مصر حته مفيش منتج محكوم كويس. لان انت المنتج ممكن لو ب 1000 التيشيرت مثلا ب 1700 جنيه هتلاقي زيه ب 50 جنيه. قيمه التيشيرت عندك تسويقيه زيرو. انا ما فهمتش برضه. مهيب فاهم. يا ريت والله. لا يعني هو بيقصد ان بيتعمل كوبي للتيشيرت. القيمه التسويقيه دي اللي هيروح يشتري التيشيرت بتاع رمضان صبحي لا هيشتري الاوريجينال. اللي فاهم واللي بيحب لا هيروح. زي ما احنا بنسافر بره كده في اوروبا واحنا لعيبه في خلاص يعني نيمار لما راح باريس سان جيرمان كان نص قيمه عقده كانت خلصانه بالتيشيرتات. زي كريستيانو رونالدو برضه. زي كريستيانو رونالدو. تمام. انت فاهمني؟ عشان الناس رايحه للتيشيرت بتاع كريستيانو. ايوه. او بتاع نيمار. طب والناس هتروح برضه للتيشيرت ده بتاع رمضان صبحي في النادي الاهلي. تمام. بس وده دور النادي الاهلي ان هو يحمي المنتج بتاعه. اوكي عندك رد تاني ولا خلاص؟ طب ما